السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، أولا نشكر إمام المسجد الشيخ لمين زناش وفقه الله لكل خير أن دعانا لهذه الدورة، كما نشكر اللجنة القائمين على هذا المسجد، وكذلك نشكر الإخوة المصلين إديوسان إديشقان إوكن أصلا درسيا. فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس مجلسا طيبا مباركا إن شاء الله. إذن الموضوع يثمى أكن تعلم هو كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه. مشي يعمل النبي صلى الله عليه وسلم الأزواج نس، مشي يدى النبي صلى الله عليه وسلم، مشي يعشر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه حتى نقتدي به صلى الله عليه وسلم، فهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الموضوع والسيغيث ما غير تختاروا الموضوع يلان يسعى الأهمية للمجتمع، يسعى الأهمية لأنه غيث ما كثرنت الأخلاق نديريا، كثرنت المشاكل الأسرية، فكثير من الأزواج يثما يديش كثين أرجز نسن، كثير من الأزواج يديش كثين سوء من المعاملة نرجز نسن. ونحن غيثما خاصة في هذا الزمان بأمس الحاجة يوكي نقل دين النور ونتبع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فغير آيات ما أرجاز باش أديك كسب، باش كدير ربح العشرة نتمطوثيس. فالأمور أنتي غيث ما ليس عبر وسائل الإعلام أنا وينتيد، وليس عبر الصحف ولا المجلات، ولكن عن طريق سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم العطرة يدي تبينا أمشيت لان المعاملينس وحيد الأزواجينس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يثمى جميل العشرة، يداعب أهله، يتلطف بهن، كان يضاحك مع نسائه، حتى أن عائشة رضي الله عنها تقول: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقني. وتقول عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم: كان أحسن الناس خلقا، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق، ولا يجزي السيئة بمثلها، ولكن يعفو ويغفر. أكايت ما إذ النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس مع أهله تحملا وصبرا وإكراما ومعاملة بالحسنى. فانكني غيث ما أمس الحاجة يوكن نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم
من حسن معاشرته مع أهله أنه كان يتلطف بهن. ومن صور التلطف مع أزواجه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينادي أزواجه بأسمائه أو بأحب الأسماء إليهن. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي غمشران العبادة يتما إلا نستحين سنحشمن أدلاعين أدغرن الخلاث نسن سيسما ونسن، ولكن كان شتي يتخالف منهاج النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتسلاعي مثلا عائشة رضي الله عنها بالحميراء، فكان يقول لها يا حميراء، ويقصد به النبي عليه الصلاة والسلام البيضاء. وكان يناديه بعائشة يا عائشة أو يا عائش. فكان شتغيت ما ولاش في الناس لاش هذا يستحيق بنادم ما ردي لاعن يتمطوثيس سيسميس نغز دلاعين بأحب الأسماء إلا ترتضيه تبغى اسم النيم يعجبس ولاش في الاسم إلا طلعت اسم النيم. فبعض الناس للأسف الشديد أما كان يتعيش وحيد الخيال كتمطوثيس الخميس ما كان ماشي تمطوثيس أما كان ضغريب فما إلا غيلو عياسد ذو هي كان وين يثمى خطير. والنبي صلى الله عليه وسلم يثمى القارض أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يثمى القارض خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كران العبادة يثمى مرة تصفت قبرا أمشي يتعاشر العباد مكي يتعامل العباد مكي تشدو وحيد العباد. أما كي الناس تند الملائكة ما شاء الله أول العالية أول الزيضان الابتسامة النير وذم يستجورين شراح ما شاء الله. ولكن ما إلا غيكشما خميس أثي تصفت ماشي دوين أثي تصفت يثمى أماكن بالغول أماكن بالوحش تتصنيغ في نقطع واحد تمطوثيس المفاهمة واحد تمطوثيس ولاش الهضرة نيغ التواصل واحد تمطوثيس ولاش تتصنيغ الابتسامة نيغ ولاش وين غيتملى ويغفن النبي عليه الصلاة والسلام قارض خيركم خيركم لأهله. المخير زيول ذوين غيل المخير وحيد الخامس ذي المعاملة العالية ذي الابتسامة ذوال الزيضان ذوال الحلوان وين يثمن يدقر النبي صلى الله عليه وسلم وين ذي المخير وين ذي المخير. ولهذا غيث غدنا في أن النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث يتوصي إثما بالنساء فيقول النبي عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا استوصوا بالنساء خيرا. كذلك يثما من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه أنه كان يعفو ويغفر وكان حليما ولا يجزي السيئة بمثلها ولا يحاسب على كل صغيرة وكبيرة. ورلا غيثما النبي عليه الصلاة والسلام يتعسى الخلثي نسكشمرد غوطنت كان تصمزيات ناط صم قرانت لا ما كان يثما إلا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إلا قناعلم كني غيثما أنه تعامل البشر والبشر ماشي ذي الملائكة ليس بمعصوم. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولقد نعلم كذلك أنه نتعامل النساء والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خلقنا من ضلع أعوج
خلقنا من ضلع أعوج. فأيثما النساء مع كثرة الأعمال في البيت من تربية للأولاد أسمارة قصد يثما الشغالة تمطوط يدين لنك خام من تربية للأولاد أكثر بيد الدرياش وقت تسودي من سيان ناغك تعط الفطور وقت نتويد خاميش وقت شلاد القشيش مع أين لند الأعمال. لا شك أن كثرة الأعمال تقع فيها الأخطاء، ولهذا الإنسان يتمع أريد الشديد في كل صغيرة وكبيرة. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ورقاز يسدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكي إليه سوء أخلاق زوجته. يبغى غاز ديش كثير سوء من الأخلاق نتمطوطيس اسمي الحق وين ورقازيا ثبوت النبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوفد ثمطوطيس سنغد ديدس يقيم كان يتحسس كان إن اسمي لذويد عمر بن الخطاب أمير المؤمنين صعيت تفلس تمطوطيس الله ذا شرد لني كنين اكيرو الحذي آذي عبدين يفقد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتي الدين كتبورت إن شو تخدم ذي نسيا أمير المؤمنين إن شو داك تشكتير تمطوطيو وفاكد شي مطي تمطوطيك تسعيد تفلاش. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم. ناس نعم الناس نصبر عليهن نصبر في اللسنت لأنه الإنسان وريد سيدار السلبي إلا قضي إيجابي والطلي يرى الأمور إلا سلبية وإنما الطلاي الأمور إلا إيجابية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. إن كره منها خلقا ميلا بلد 9 عيون الخلق ليوث الطبيعة ليوث الصفة إلى نديريت لعل وعسى 9 الطبايع عيطني إلا لعليثنت. فطلير الأمور السلبية طلير الأمور الإيجابية. ولهذا الناس عمر بن الخطاب رضي الله عنها ناس دنساتي ديس ربين درياو دنساتي يسقومون شغالات وخان ناس الطلاي غرا الحوايج تايا إن زيد بزيادة ناس الخلاف يوم للخلاف يوم واسم بعد هذه عدين غادي يروح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أكان لا يسمع مال الأزواج ينس خاصة ما تصدق باب الغيرة مسألة الغيرة. أم سلمة رضي الله عنها تسد عن النبي صلى الله عليه وسلم وخم عائشة رضي الله عنها تويسد الفطور تويسد تمشي في الفطور ثنيس عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام إلا نسوحي الصحابة رضوان الله عليهم. ثنيس عائشة رضي الله عنها من الذي أتى بالطعام وثلاغ الأزواج النبي عليه الصلاة والسلام ويا رسول ثلاث الغيرة إن يس النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام تفقع عائشة رضي الله عنها تكريت ما تخدم الحجابيس تكشمام يدين النبي عليه الصلاة والسلام دين سليم دوكاليس ثرزتها مجلوبة النية كل شيء غليظ الماكلة اللي غيتسوي ديك لو كان ديون زيد غنكني غايت ما باش راه يخدم استكشم طمطوطي سكن وسترست مجلوبة النية هي ريم دوكاليس لأقام الدنيا. ولكن شوف يتما ويد النبي صلى الله عليه وسلم لطف بها وبحكمته صلى الله عليه وسلم الناس غارت أمكم فذوين دينا رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم. يزكى رب العالمين بالأخلاق نس يزكى بالصفة نس يزكى من كل شيء جل وعلا. كذلك يتمى من حسن العشرة أدنف أن النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أزواجه كثير من غيث من صفة لان يويدك أن تبعزي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وميلا أن تبعيث انتك
أنك سخلا المشاكل لان يدي تسيلين تكا، لأنه المشاكل يغيثما أكثر إرين تسبوسين يثما في الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم شو قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء، إن إبليس يضع عرشه على الماء فيبعث سراياه. هذيك الشيعة كان الجنود يسكر شواطن، فيبعث سراياه أدناه منه منزلة الذي يجيء بفتنة أعظم. دون رذيل غرسك من المقربين، دون راه قربك غرسك مليح هكا، دون راه تخدم تخدعتني تمقرنت، لأنه الشيعة باش يخدم تخداعين باش غتفسد القاعة غتسخر الغاشية، وين راه يقرب لك وين راه يخدم تخدعت تمقرنت. إن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، فيقول له إبليس: ما صنعت شيئا، ما صنعت شيئا، وتخدمت لا ذكرى روح، مع أنه يستفسد يستروث. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجه. إن سورة الجير ورث الجير حاشا ماذا استوطخ السيبار يخدم تا واحد سمطوثيس. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فيدنيه: دستغر بك غرسك سي نعمة أنت. هذا الشيء غير حواجه، هذا الشيء أكني سقام. فغاية ثمان الأمور أمتي شيء لا يعين الشيطان عليها، لا يعين الشيطان عليها. ولهذا قد نفيت مع النبي عليه الصلاة والسلام يوصي كثيرا بالنساء. فالنغديت من حسن عشرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستشير أزواجه، إلا يستشير أزواجه صلى الله عليه وسلم. وما أحوجنا غيث ما هذه الاستشارة في هذا الزمان. للحاجة العالية تشور تمطوثيش، لحاجة العالية تشور تمطوثيش، وربما أعطتك رأيا صائبا فتحت عليك باب السعادة في الدنيا والآخرة. ما تدري أنه غتسفك الضراي أراذيل ضراين غير كيسوفغن أتنجحت الدنيا فيك وتنجحت الآخر فيك. النبي صلى الله عليه وسلم في أذان